فيلم اولد بوي. لو بتتابعونا اول مره فاشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس لتصيروا مهندسين وتوصلكم كل الفيديوهات الجديده. بيبدا فيلمنا سنه 1988 وبنشوف رجل اسمه ديسو بيتم اعتقاله من قبل الشرطه لانه سكران، وطبعا هذا اليوم بيكون يوم عيد ميلاد بنته اللي صار عمرها 4 سنين، ولاحقا بنشوف صاحبه جو وان وهو بمخفر الشرطه ليطلعه من السجن بكفاله. وبعدها بيتصل ديسو على بنته وبيحكي لها انه راجع للبيت وانها تنتظره، وبيحكي لها انه اشترى لها هديه، ولكن فجاه بيتم خطفه من قبل شخص مجهول، وبيستيقظ بشقة مقفولة والخاطف بيدخله الأكل من باب صغير بالحيط، وفجأة الخاطف بيدخل غاز منوم للغرفة، فبيفقد ديسو وعيه تماما. وبنشوف الخاطف وهو يقص بشعره ويجهز أكله ويرتب بغرفته، وبتمر سنة كاملة على هذه الأحداث. وبيوم بيشوف ديسو على التلفزيون إنه مراته تم قتلها، وبإنه هو المشتبه بالأول بقتلها، وبيظهر إنه الخاطف هو اللي لفق له هذه الجريمة. وطبعا طول هالفترة ديسو ما شافش الخاطف إطلاقا وجها لوجه، وبالآخر ما بيتحملش ديسو أكثر وبيحاول ينتحر، ولكن الخاطف بيدخل عليه غاز منوم وبيخليه يفقد وعيه قبل ما ينتحر. وبتمر 5 سنين تانية وبهيك بيكون ديسو مخطوف ل6 سنين، وبنشوف ديسو وهو يمارس رياضة الملاكمة علشان عنده أمل ولو قليل إنه ينتقم من الخاطفين اللي خطفوه ودمروا حياته وحياة عيلته. وبتمضي 9 سنين تانية وبهيك بصير ديسو مخطوف صار له 15 سنة، وبتكون سنة 2003 وأخيرا ديسو نجح بحفر نفق داخل الحيط ليهرب من خلاله، ولكن للأسف الخاطف بدخل الغاز المنوم للغرفة قبل ما يهرب ديسو من النفق. وفجأة بتدخل عليه امرأة للغرفة وبتنومه مغناطيسيا قبل ما يفقد وعيه، ولما يصحى ديسو بيشوف نفسه على ظهر بناية عالية، وبيبدأ ديسو يكتشف بالمدينة، وفجأة بتتعرض له عصابة بلطجية وبقرر انه يجرب مهاراته القتالية بالملاكمة عليهم وبدمرهم كلهم. وفجأة بيقترب منه رجل مشرد مجهول وبيعطيه محفظة مع هاتف خلوي، وبيروح ديسو بياكل بمطعم بهذه الفلوس، وهناك بيشوف بنت طباخة اسمها ميدا، وفجأة بيتصل عليه الخاطفين وبيتمسخروا عليه، وفجأة وهو ياكل بيغمى عليه وبصاب بالحمى، وبيصحى وبيلقى نفسه بشقة ميدا وبتعطيه شوية أدوية ليتعالج. وفجأة وبينما ميدا بالحمام بيركض ديسو عليها وبيحاول يجردها، بس ميدا بتضربه بالسكينة على راسه، وبقرر ديسو انه يغادر الشقة لانه بيشعر انه عمل شيء غلط بحق ميدا اللي ساعدته، بس ميدا بتمنعه يغادر وبتحكي له على الرغم من انها معجبة فيه الا انه جديد بالنسبة ليها وعاوزة تتعرف عليه اكثر. وبيبدأ ديسو يحاول يلقى مكان بنته، وبيعرف انه زوجين سويديين تبنوها، فبيفقد الامل وبقرر ما يدورش عليها. وبعدها بيحاول انه يحدد مكان المطعم الصيني اللي كان ياكل من اكله لما كان محبوس، وبيلحق موظف توصيل الطعام وبيوصل لمكان غريب بنعرف انه سجن خاص بيخطف اي حد مقابل الفلوس، وبيوصل لشخص اسمه بارك واللي بيكون رئيس هذا السجن، وبيحكي بارك لديسو انه تم خطفه لانه في شخص طلب منه هذا الشيء ودفع له فلوس كتير، وبيوريه اشراط اصوات مسجله للشخص اللي خطفه واتفق معاه انه يخطف ديسو. وبياخذ ديسو الاشرطه وبيحاول يغادر، بس الحراس بيهجموا عليه، بس ديسو بيكون متدرب 15 سنه ملاكمه مش على الفاضي يعني، وراهم قيمتهم كلهم. وبعدها بيروح على شقة ميدا وبيخليها تداوي جروحه، وبيروح ديسو لعند صاحبه جوان وبيطلب منه انه يرصد مكان الشخص اللي طلب خطفه، وبالاخر بيلقى ديسو مكان الشخص اللي خطفه واللي بيكون اسمه وو جان، وبيكون واقف ومعاه حرسه الشخصي، وبيحذر وو جان ديسو انه لو قتله فمش حيعرف ليه خطفه، وبيحكي له وو جان بانه عاوز يلعب معاه لعبة، وهي انه ديسو لو عرف بهوية وو جان الحقيقية خلال 5 ايام فحينتحر بنفسه، ولكن ان ديسو فشل بمعرفة هويته فحيقتل ميدا. فديسو ما بيكونش امامه خيار تاني الا ان يقبل اللعبة، وبياخذ ديسو حبيبته ميدا من شقتها وبوديها لشقة تانية ليحميها، وهناك بيعملوا تشوك تشوك وبيعرف ديسو المدرسة اللي درس فيها وو جان، وهي نفس المدرسة اللي درس فيها ديسو، وبيعرف انه وو جان كان بنفس الصف معاه، وبيتصل ديسو على صاحبه جوان وبيسأله عن وو جان ولكنه بيكون ناسيه. وبعدها بيعرف ديسو انه وو جان كان عنده اخت اسمها سوا اللي كانت تدرس بنفس المدرسة، وبيحكي جوان انه سوا ماتت بحادث غرق بنهر، وبيحكي انها كانت بنت بلا مؤاخذة شمال وبرا الطريق. وفجأة بيظهر وو جان لجوان بمكانه وبيقتله، وبعدها بيسأل ديسو زميلة تانية لي سابقا بالمدرسة عن سوا، فبتحكي له انه كان في اشاعات عنها انها حامل، وبيتذكر ديسو بانه بيوم من الايام في المدرسة شاف ولد وبنت بيعملوا تشوك تشوك وبيعتقد انهم وو جان وسوا، ولكنه ما بيكونش عارف انهم اخوين بذاك الوقت، وبانه قال لصاحبه جوان عن العلاقة اللي شافها بينهم، مما ادى لفضيحة علاقة وو جان واخته سوا، وبانه سوا بدأت تشعر بالتنمر والاذلال من الناس على فضيحتها، لهيك انتحرت بالنهر وتركت وراها اخوها وو جان يعاني، ولهذا السبب فوو جان قرر ينتقم من ديسو لانه هو السبب انه اخته انتحرت. وبحدد ديسو مكان وو جان وبواجهه ببيته، وبيتهم وو جان انه نومه تنويم مغناطيسي ليخليه ينسى اللي صار بين وو جان واخته بالمدرسة، فبيحكي وو جان بانه ما مسح ذكريات ديسو، وبيدعي ديسو انه قتل اخته سوا لانه كان خايف انه يكون عمه وابوه بنفس الوقت، بس وو جان بيحكي له هذا الكلام خطأ، وبيحكي وو جان بانه بعد ما خطف ديسو نومه
علمه تنويم مغناطيسي وخلاه يحب ميدا وخلاه يعمل معاها تشوك تشوك وبعدها بيظهر لديسو ألبوم في صور عائلة ديسو ومنها صورة بنته اللي كبرت، وبيكتشف انه ميدا اللي نام معاها كانت بنته طول هذا الوقت. فبجن ديسو على الاخر وبيفقد عقله وبيهاجم ديسو ووجان بدون تفكير، بس حارسه الشخصي بيضربه وبيغميه. بس ووجان بيقتل حارسه الشخصي لما الحارس حاول يقتل ديسو، وبيرسل ديسو ألبوم صور لميدا برضه، وبيمسك ديسو الهاتف وبيطلب من ميدا انها ما تفتحش هذا الصندوق الا لما يوصل عندها. وبيتوسل ديسو ووجان انه ما يخليش ميدا بنته تعرف باي شيء، وبيكون ووجان فرحان بوضع ديسو المأساوي وبيحكي لرجاله بانهم ياخذوا الصندوق من ميدا. وبعدها بيغادر ووجان بعد ما حقق هدفه، وهو انه يخلي ديسو يعاني بقية حياته من حقيقة انه نام مع بنته. وبيدرك ووجان انه ما في اي شيء حيخلي ألمه برحيل اخته يختفي حتى بعد ما حقق انتقامه. ولحقا بيلقى ديسو امرأة التنويم المغناطيسي اللي نومته بالسجن، وبيطلب منها انها تمحي ذاكرته بخصوص انه نام مع بنته علشان ما يضلش يتعذب. فبتوافق البنت وبتبدا تمسح ذاكرته، وبعدها بتلقى ميدا ابوها ديسو لوحده، ولكن امرأة التنويم المغناطيسي ما بتكونش معاه، وبتحكي له ميدا انها بتحبه وبتحضنه. وبيبتسم ديسو ولكن ابتسامته بتتحول لألم ووجع، يبدو انه لم ينسى ذلك الألم بعد. وهذا كان ملخص فيلم اولد بوي. لو عجبك الملخص يا صديقي ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لتوصلك الملخصات الجديدة اول باول. وما تنساش تعمل متابعة على صفحة مهندس الملخصات على الفيسبوك واللي حيكون رابطها بالوصف. واشوفكم على خير بالملخصات القادمة ان شاء الله. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.